قبل ما ابدا انا حبيت اشكركم على التعليقات الاسطوريه ديت، وهي دي اللي خلتني اقدر اكمل. فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا نبدا. بتبدا حكايتنا مع توتسويا اللي بيكون اهله كلهم عاوزين يقتلوه بسبب ان سحره بيكون ضعيف جدا، ولكن كل دوت بيتغير في عيد ميلاده الرابع. قررت امه انها تعمل له عمليه علشان يكون عنده قوه سحريه جامده جدا، وبنعرف ان العمليه ديت بتكون محظوره وخطره جدا، يعني ان هو ممكن يموت فيها. وهي بتحاول ان تخلي قوته بتكون كبيره جدا وتوصل لاخر الحدود، وممكن اثناء العمليه كل دوت يتدمر وكلهم يموتوا يعني. وبعد كده بنشوف بطلنا توتسويا وهو بيكون في غرفه العمليات وبيكون مرعوب جدا وبيقول لهم خرجوني من هنا. المهم بعد كده بنشوف تاتسويا وهما بيتعاملوا معاه كانه فار تجارب، وكمان بيكونوا بيعاملوه كانه الحارس الشخصي بتاع العيله. وهنا بتبدا قصه تاتسويا الحقيقيه، وبنعرف ان هو قادر ان هو يطور سحره وبيكون عنده قوه جباره جدا، وبيكون عنده قوه اسطوريه جدا، وكل دوت بيخبيه عن عيلته. وعيلته طبعا بتكون بتعامله بطريقه وحشه علشان هو لسه ما طورش السحر بتاعه، وكانوا بيعاملوه على انه اقل منهم، حتى لما بيسافروا بيقعدوه في درجات اقل منهم، واللي كان بيكون بيتهان جدا على الرغم من انهم اغنياء جدا، وبيكون جعان طول الطريق. ومع ان باقي العيله كانوا بيستخدموا اعلى الدرجات اللي بيكون فيها الترفيه عالي جدا. بنشوف بطلنا تتسويا وهو واقف جنب الشنط مستني باقي العيله، وبعد كده بنشوف اخته ميوكو اللي بتكون مستحقراه جدا، واللي كانت بتقرف انها تقول ان في صله قرابه ما بينهم. وهنا الام بتلاحظ الكلام دوت وبتقول لها ما تنزعجش، وان تتسويا يعتبر خادم بالنسبه ليهم. وبعد كده بنشوف خادمه ليهم وبيكون اسمها هنادي، وبترحب بيهم وبتطلب منهم انهم يدخلوا للقصر. وميوكو بتلاحظ ان الجو بيكون جميل جدا وبتطلب من امها انها تتمشى جوه القصر، والام بتوافق لكن بتطلب منها انها تصطحب تتسويا معاها. وبتكون صاحبتنا منزعجه جدا بسبب القرار دوت، ولكنها بتوافق. وبعد كده بتتمشى هي وتتسويا، وهي وماشيه بتكون بتفكر، ومع ان تتسويا بيكون اخوها برابط الدم لكنها عمرها ما اعتبرته اخوها. وبعد كده بتتفاجئ ان تتسويا بيسحبها قبل ما تخبط في واحد من الاشخاص. وبعد كده بنشوف انهم بيكونوا 3 جنود، والثلاث جنود دول بيكونوا بيحاولوا انهم يضايقوا ميوكي. وبعد كده بطلنا بيسحبها وراه بيقول لهم انهم يمشوا ويسيبوهم، ولكن في واحد من الجنود بيعتبر ان كلام تتسويا دوت بيكون قله قيمه منهم، وبيبدا يستعد علشان يواجه تتسويا ويديه ضربه جامده يعني. وهنا بتبدا تظهر قوه تتسويا وبيصد الضربه وبكل سهوله، والكل طبعا بيكون مصدوم، حتى ميوكي هي كمان بتكون مصدومه، وبتقول هو ازاي قدر ان هو يصد الضربه ديت. والجندي بيرجع لورا شويه وبيبدا ان هو يستعد علشان يواجه تتسويا، وتتسويا بيصد كل ضرباته وبيديله ضربه وبيهزمه حرفيا. وهنا بقى الجنود بيخافوا وبيهربوا كلهم حرفيا. وبعد كده تتسويا بياخد اخته وبيمشوا على كأن في اي حاجه حصلت. وللمره الاولى ميوكي بتحس بقوه اخوها تتسويا، وبتبدا تحس بتغير مشاعرها بتجاه اخوها. ولما بتروح بتكون فرحانه جدا وبتحكي لنامي ان اخوها قدر ان هو يحميها. وبعد كده بيجي تتسويا وبيقول ان هو كان بينفذ الاوامر بس، فامه بتكون فرحانه جدا ان هو عارف مكانته في العيله، وان هو مش اكتر من حارس شخص لميوكي. وهنا ميوكي بتكون زعلانه جدا وبتقول ان تتسويا ليه مش واحد من العيله والكل بيتعامل معاه بالطريقه الوحشه ديت. وبعد كده نامي بتدخل عليه وبتقول لها ان امها بتكون مريضه جدا وهي لازم تحضر الحفل الملكي عشان تمثل مكان امها. وبعد كده بنشوف انها اخدت تتسويا ومشيت، وبنشوف نامي وبتكون زعلانه جدا بسبب علاقتها هي وتتسويا، وانها نفسها ان الاخوات دول يرجعوا مقربين زي الاول. وبعد كده عمهم بيكون مستنيهم في الحفله، وكالعاده بيتجاهلوا تتسويا وبياخد ميوكي وبيعرفها على كل اللي موجودين في جوه الحفله. وبعد كده ولاد عمها بيسلموا عليه وبيسالوا على تتسويا، اول ما بيشوفوه بيروحوا علشان يسلموا عليه. وابوهم طبعا بيكون متضايق منهم جدا علشان سابوا الوريث الشرعي وراحوا لواحد منبوس كده. وبعد كده بنشوف اول ابتسامه لتتسويا، وميوكو بتكون متغاظه جدا وبتكون متغاظه علشان تتسويا ما ابتسملهاش ولا مره. وبنعرف ان عيله تتسويا بتكون اكبر عيله في اليابان، وبيتعاملوا مع تتسويا كانه فلاح وضعيف علشان قله قوته السحريه. وميوكو من صغرها وهي شايفاهم بيعاملوه كده علشان هي كده ما بتعرفش تتعامل معاه غير كده. وبعد كام اسبوع بنشوف ميوكو وهي بتصور اماكن طبيعيه كده، وبعد كده بتطلب من اخوها ان هو ياخد صوره معاها، ولكن تتسويا ما كانش موافق لحد ما بتديله الامر هي. والام بتوافق انهم ياخدوا صوره، وهي طبعا بتبتسم في اخر لحظه قبل ما ياخدوا الصوره. وبعد كده بنلاحظ ان السفينه بتتحرك بطريقه غريبه وسريعه جدا. وبعد كده القبطان بيطلع وبيقول لهم ان في غواصه بتكون بتطاردهم وبتكون اطلقت عليهم صاروخين. وهنا بنشوف عظمه قوه تتسويا اللي بيرفع ايده بكل سهوله بيقدر ان هو يوقف الصواريخ وبيقدر يدمرها بكل سهوله. وميوكا هنا بتسال نفسها
وازاي بيقدر ان هو يستخدم السحر من غير ما يستخدم الجهاز، وبنعرف ان الجهاز دوت بيساعدهم انهم يستخدموا طاقتهم السحريه بكل سهوله. وبعد كده بنشوف قائد القوى البحريه وهو بيقول لام تتسويا ان هو ما عندوش القوه الميزانيه ان هو يعرف مين اللي ضرب الصاروخين دول وليه ان الغواصه كانت بتطاردهم، وبيبدا ان هو يعتذر بالموضوع دوت. وبعد كده الام بتقول له ما تقولش اهم اي حاجه وتعالى معايا علشان توصلني لبره. وبعد كده بنشوف الثلاث جنود اللي اتخانق معاهم تتسويا. وبعد كده القائد بيكتشف ان هو دوت الشاب اللي ضرب واحد من جنوده، وبيبدا القائد ان هو يعتذر لتتسويا على اللي حصل دوت وبيدعيه على حفله في المقر بتاعهم. وبعد كده بنشوف العيله وهم بيتفقوا ان ميوكي تسافر فتره معينه كده، وبتبدا الام تقول لتتسويا ان هو يقبل عقد القائد وكمان ان هو يحاول ان هو يتدرب في الوقت اللي ميوكي مش هتكون فيه موجوده. ولكن ميوكي بتقول لامها انها عاوزه تروح مع تتسويا علشان تشوفه وهو بيتدرب مع الناس وتتاكد من قوته علشان تكون مطمنه على نفسها وانها يكون معاها حارس قوي. وبعد شويه الحاح الام بتوافق انها تروح مع تتسويا، وبعد كده بتطلب من تتسويا ان هو ينادي ميوكي باسمها العادي علشان ما حدش يعرف بالمعامله اللي بيعملها له. وبعد كده بيروحوا مقر الجنود وبيتفاجئوا ان الجنود بيتدربوا من غير ما يستعملوا اي قوه سحريه. وبعد كده القائد بيقول لتتسويا لو عاوز يخش في قتال مع اي واحد من جنوده، وبعد كده بيندى على واحد من جنوده اللي بيكون حاصل على شهاده افضل لاعب في الملاكمه في العالم. وبعد كده بيقول لتتسويا ان هو يتساهل معاه ومش هيكون قاسي عليه خالص. وبعد كده بنشوف الجندي دوت وهو بيهجم على بطلنا تتسويا، وبيبدا ان هو يهجم على تتسويا ولكن تتسويا بيقدر ان هو يتفادى هجماته بكل سهوله. ومره واحده تتسويا بيضربه ضربه في صدره وبينيمه على الارض. وهنا القائد بينده على واحد تاني من جنوده وبيخليه يهجم على تتسويا، وبيبدا ان هو يهجم عليه بركلات لكن تتسويا بكل سهوله بيقدر ان هو يتفاداها. وبعد كده بنشوف ان الجندي بيحاول ان هو يوجه ضربه قاضيه لتتسويا ولكن تتسويا بيقدر ان هو يقلبها ضده ويهزمه بكل سهوله. وهنا بيجي دور اخر جندي لكن ميوكي بيكون خايفه جدا وبتطلب منه ان هو يبطل قتال، وصاحبنا بيوافق لكن بنعرف ان الجندي دوت هو اللي هزمه لما كانوا بيتمشوا هو وميوكي. لكنك متخيل يا صاحبي ان تتسويا هيجيب ورا؟ لا والله، بيوافق تتسويا على القتال وسط الجندي دوت بيستعد للقتال وبيبدا ان هو يعزز هجماته بالسحر وبيبدا ان هو يهجم على تتسويا، لكن تتسويا بيقدر ان هو يتفادى الهجمات في اخر لحظه. وبيبدا تتسويا ان هو يستخدم سحر معين علشان يخل توازن الجندي، وفعلا بيهجم على الجندي ومن ضربه واحده بيقدر ان هو يوقعه على الارض. والجندي بيكون مفزوم جدا من قوه تتسويا، مش الجندي بس وكمان ميوكي والناس كلها. وبعد كده الجندي بيقف وبيعترف لتتسويا بهزيمته وكمان بيتاسف له وبيعترف بيه كصديق، وبيعرف ان هو بيكون شغال في الطيران الملكي وبيقول له يتصل بيه في اي وقت بيكون حاسس فيه بالملل. وبعد كده بنشوف هو بيكون قاعد لوحده فميوكي بتكون معديه وبتقول له هو ليه بيكون قاعد اغلبيه الوقت لوحده ومش بيحب ان هو يتمشى. طيب لو عجبك الانمي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا سلام سلام سلام.